السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة وان كوتا داي. بنبدأ طرق كتير كويسة، ولكن في سعينا ده بنستعجل النتائج، وكل يوم عن يوم بيثبت لنا إن النتائج دي حاجة بيد ربنا، وإن كل علينا هو السعي. وللأسف أوقات كتير بيحصل إن إحنا بنوقف قبل النقطة اللي لو كملنا بعدها كمان خطوة هنوصل لليفل تاني خالص، ومن هنا هتبدأ الانطلاقة. وكل يوم عن يوم بيثبت لنا إن شركات كتير بيزنس كتير بتنجح بصبرهم وثبرتهم على الموضوع. مؤخرا في شركة اسمها ماسبيرو سباتيس، ما كانش حد يعرف اسمها وما كانش حد يسمع عنها خالص، وهي شركه للمشروبات الغازيه، ولكن في سعيها ده وصبرها وان هي صبرت على قله المبيعات فتره طويله جدا، في لحظه ما بتوفيق ربنا وبسعيهم وبصبرهم وصلوا لنقطه انهم ما بين يوم وليله حرفيا المبيعات ضربت 300%. حصل انفجار في البيزنس ده. وبالمناسبه الموضوع ده في فيديو لاحمد ابو زيد بيتكلم عن لماذا ينجح الناجحون او كيف ينجح الناجحون. فنقدر نقول ان اكبر عامل من عوامل نجاح الشركه ديت هي انها صبرت وانها فضلت تنتج بغض النظر عن النتائج. مثال تاني هو ايلون ماسك بعد محاولات كتير من الفشل لدرجه ان هو خلاص اخر صاروخ هيطلع هيفلس بعدها يا اما هينجح. الراجل ده غامر لدرجه ان هو خلاص يعني ده اخر محاوله ليه، والا هيفضل مديون وعليه فلوس وعليه حاجات كتير. رغم كده صبره ومثابرته على الموضوع واصراره على ان هو فعلا يطلق اخر صاروخ واخر محاوله ليه، هي ده اللي وصلته ان هو دلوقتي حرفيا مالك عالم الصواريخ كله. بصبرك ومثابرتك هي اللي هتوصلك، ما توقفش ايا كان، لعلك ممكن تكون قبل النقطه اللي هي هتبدأ الانطلاقة منها. فإن كانت النتيجة احنا مش هننجر على النتيجة بتاعتنا او احنا وصلنا لفين، اللي هننجر عليه هو سعينا واجتهادنا. السعي ده هو اللي هننجر عليه، حتى لو ما كانتش النتيجة النجاح في الدنيا، فأكيد سعيك ده ونجاحك ده او استمراريتك على الموضوع ده هتنجر عليها في الآخرة. استمر حتى لو ما ظهرتش أي نتائج، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فنقدر نقول إن قوت النهاردة هو ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل شيء سعى فيه، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل شيء سعى فيه. القول ده بيقول لك ان صبرك في تعلم اي مهاره، عايز تبني اي عاده، صبرك ومثابرتك ديت هو ده اللي هيوديك او هيخليك او هيوصلك لاي حاجه انت عايزها حرفيا. صبر ومثابرتي على مشوار المونتاج ومشوار التصوير وصناعه الفيديوهات، هي ديت اللي وصلتني للمرحله اللي هي انت شايف الفيديو ده وراضي عنه، من حيث التصوير، من حيث اللايتنج، من حيث الديكوريشن. اكيد هي عجباك، ما تنساش سبسكرايب ولايك وشير، وقول لنا رايك في كومنت، ونشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.